تخيل كده تبقى شاب قمر ووسيم وغني جدا وعايش في قصر وعربياتك مفيش منها اتنين، ومش بس كده وبطل ملاكمة عالمي مكسر الدنيا، وفجأة تصحى من النوم في يوم من الأيام كده وتلاقي ايدك فيها قوة خارقة وبتتحول لقصد أرواح وبتولع نار علشان تحمي بنت غلبانة وفقيرة من شيطان حقيقي. أهلا بيكم في قناة آيات روما، وحشتوني جدا قبل أي حاجة يا جماعة. حكاية النهاردة دي عظمة على عظمة، خيال وفانتازيا وكمية إثارة ووسامة هتخطف عيونكم من أول ثانية. وقبل ما نشوف البوكسات الخارقة دي انزلوا حالا اعملوا اللايك المتين واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان حكايتنا الجاية تشوفوها أول بأول. بتبدأ حكاية النهاردة بالزمن بس من ورا شوية، لما كان بطلنا يونج لسه طفل صغير غلبان كان عايش مع والده الشرطي بارك، ووالده ده بقى كان أبوه وأمه كل حياته. الأب ده يا جماعة كان بيعلمه دايما إن ربنا بيحمي الطيبين وإن الخير هو اللي بيكسب في الآخر. لكن في ليلة كحيلة وسودة الأب بيكون في نوبة عمل ليلية في الشارع عادي جدا، وبيوقف عربية عادية علشان يفتشها، وفجأة بيطلع منها شخص مش طبيعي، عينيه قلب اسود يا جماعة كأنها حتة نار، وملبوس بقوة شريرة مرعبة. المخلوق ده بيهاجم الأب بوحشية ما يتخيلهاش عقل، بيطيره في الهوا وبيضربه لدرجة تموته. ويونج هنا بيفضل قاعد جنب والده في المستشفى وهو بيموت قدام عينيه وبينزف، وبيفضل يدعي ويصلي ان والده يعيش، بس والده للأسف يموت. ومن الصدمة والمأساة دي الواد عقله بيطير وبيدخل في حالة غضب بتعميه تماما، بيقطع الصليب اللي كان في ايديه وبيقفل قلبه تماما، وبيقرر انه مش هيؤمن بأي قوة غبية في الدنيا دي تاني، وطيبته بيدفنها مع والده للأبد. وتمر السنين بقى والطفل الصغير الضعيف بيكبر وبيبقى وحش كاسر داخل حلبة الملاكمة، بطل عالمي عايش في أمريكا، وسيم وسامة، كاريزما وعضلات وفلوس زي الرز، قصور وعربيات فخمة مفيش منها اتنين. وفي ماتش كبير الخصم بتاعه بيستفزه بوشم، فيونج هنا دمه بيفور وبيفتكر موت ابوه قدام عينه وبينزل فيه طحن لدرجة كان هيموته في الحلبة. لكن الغني والفلوس ما بيجيبوش راحة البال يا جماعة، لأن في ليلة من الليالي وهو نايم في سريره الفخم طبعا بتبدأ الأصوات والهمسات المرعبة تملى الأوضة، وفجأة بيصحى وهو بيصرخ من وجع رهيب في إيده، وبيبص في كف إيده كده اليمين بيلاقي الجرح غريب جدا ومخيف في نفس الوقت، كأن مسمار ضخم غرس في كفه، والجرح ده عمال ينزف دم كتير جدا. وبيروح لأكبر دكاترة في أمريكا وبيعملوا ليه إشاعات وتحاليل ملهاش نهاية، ومحدش فاهم أي حاجة لأن ما بيكونش فيه أي سبب طبي للجرح ده، والدكاترة بيقولوله إيدك طبيا سليمة. ولما الطب عجز وكل يوم بيصحى على كوابيس مرعبة، يونج هنا بيقرر إنه يرجع لكوريا، وبيروح لكاهنة كده معروفة هناك، فبتقوله الحل مش عندي يا ابني، روح للمكان اللي فيه علامة الصليب الكبيرة. فيونج بيقرر ان هو يروح وهو كاره نفسه، وبيدخل الكنيسة القديمة، وهناك بيشوف مشهد يوقف الدم في العروق يا صحابي. بيلاقي كاهن عجوز اسمه الأب آن، ده قاصد أرواح جاي مخصوص من الفاتيكان، ومعاه مساعد شاب كده، وبيحاولوا يطردوا روح شريرة قوية جدا من شخص ملبوس ومربوط بسلاسل حديد. وفجأة الشخص الملبوس ده قوته بتبقى خارقة، بيفك السلاسل الحديد في ثانية وبيطير مساعد الكاهن وبيهجم على الكاهن هو كمان. يونج هو واقف مش مصدق عينه، بس النخوة والشهامة الكورية بتتحرك في دمه، بيجري بسرعة وفي لمح البصر بيمسك الشخص الملبوس ده من راسه بإيده اليمين المجروحة، وفجأة يا جماعة كف إيده بيطلع منه توهج غريب جدا ونار مقدسة زرقاء خيالية، والروح الشريرة أول ما بتلمس إيده بتتحرق وبتصرخ صرخ يقطع الودان، وبيتطهر الجسم وبيهدى فورا. والكاهن العجوز بيبص ليونج وهو مبرق ومش مصدق اللي حصل، وبيعرف إن إيد بطلنا فيها قبضة طرد الأرواح الخارقة اللي بتظهر كل فين وفين في الأرض. تعالوا بقى نروح للجانب المظلم والمرعب في المدينة، بنتعرف على الشرير الأعظم الكبير تشان، واد كده قمر ووسيم وسامة مش طبيعية، وعامل نفسه رجل أعمال غني وبيدير ملاهي ليلية فخمة جدا تحت الأرض. لكن الواد ده في الحقيقة ساحر أسود ما يعلمش بيه إلا ربنا، بيعبد الشيطان العوذ بالله يعني، وجايب وسامته وقوته من بئر سري ملعون بيقدم فيه ضحايا وأرواح بشرية. وفي وسط الصراع ده بتظهر بطلتنا الغلبانة بنت فقيرة على باب الله، كل همها تجري على أكل عيشها وعايشة في شقة صغيرة على قدها. البنت دي فجأة
بتبدأ تحس بحاجات غريبة في شقتها، خيالات وأصوات مرعبة بتطاردها، لأن السحر الأسود اللي لسه مكلماكوا عنه حط عينه عليها وعرف إن روحها نقية، وبعت أتباعه الملبوسين علشان يراقبوها ويخطفوها ويقدموها قربان للشيطان الأسود في البر علشان تزيد قوته. وفي ليلة من الليالي كده والمطر شغال، أتباع السحر الأسود ده الملبوسين بيحاصروا البنت الفقيرة في ممر ضلمة ومرعب وهي راجعة من شغلها. البنت بتقع في الأرض وبتصرخ ومفيش أي حد في الشارع بينجدها، والوحوش دول عينهم بتقلب وبيمسكوها علشان يخطفوها. ولكن في اللحظة الحاسمة بتفرمل العربية الفخمة والحديثة بتاعت بطلنا الكاريزما يونج ومعاه الكاهن العجوز الأب آن اللي بقى صديقه جدا. الأتباع الملبوسين بيبص ليونج وبيضحكوا باستهزاء وبيقولوا شوفوا الواد الفرفور الغني ده جاي يعمل فيها بطل ويحمي بنت فقيرة. لكن بطل الملاكمة العالمي بيخليهم يندموا على اليوم اللي اتولدوا فيه، وبينزل بكل ثقة ومهارات الملاكمة السريعة وبيبدأ يدي يمين في شمال، وهوب ايده اليمين بتولع نار مقدسة زرقاء، وكل ما بيدي بوكس الواحد فيهم في وشه الروح الشريرة اللي جواه تصرخ وتتحرق تماما وبتطلع من جسمه. ويونج بيطحن العصابة كلها وبيشيل البنت الفقيرة اللي كانت بتترعش ومش مصدق ان الشاب الغني الوسيم ده ساب عربيته ونزل ينقذها وبياخدها لمكان آمن وبيحميها. ونيجي بقى لقمة الإثارة لما الساحر الأسود بيكتشف مكانهم وبيهاجم الكاهن العجوز وبيصيبه إصابة قاتلة علشان يخلص منه. هنا يونج دمه بيفور والغضب بيعميه، فبيلبس لبسه الأسود الفخم وبيروح لوحده زي الإعصار على الملهى الليلي بتاع الساحر الأسود، وبيقتحم المكان ويطحن عشرات الحراس والبوديجاردات ببوكسات ملاكمة تكسر العظم، وبينزل تحت الأرض عند البئر السري الملعون. والمواجهة هنا يا جماعة تحبس الأنفاس لما الساحر الشرير بيشرب من مية البئر الملعونة فجأة بيتحول لمسخ شيطاني بالجسم مغطي بقشور غريبة ومخيفة وعينيه بتبقى مرعبة جدا، وبيضرب يونج ضربات قوية بتطيره في الحيطة وجسمه كله بينزف. ولكن في اللحظة اللي الشرير جاي ينهي على يونج بيفتكر والده الشرطي وازاي كان بيضحي علشان الناس، وبيشوف صورة البنت الفقيرة والأبرياء في المدينة. قوته الخارقة بتوصل لأعلى درجات الغضب المقدس وبيقف على رجله وبيجمع كل النار الزرقاء الخارقة في قبضة ايده اليمين وبيتفادى ضربة الشرير وبيسدد له بوكس ملاكمة اسطوري وقاضي في نص قلبه، والنار بتخترق جسم المسخ الشيطاني وبتولع فيه وبيفجر البئر والشرير حتة حتة والضلمة بتختفي من المدينة كلها للأبد. وفي النهاية يا جماعة بطلنا الكاريزما يونج بيطمن على البنت الفقيرة وبيأمن لها حياتها بعد ما الكابوس انتهى والشرير اختفى، وبيصالح نفسه وبيرجع يمسك صليب والده في ايده وبيعرف ان القوة الخارقة والفلوس اللي ربنا مديهاله كانوا سبب عشان ينصر الضعيف ويحمي الغلبان. قلبه التلج ده بقى بيدوب وبيرجع يبتسم للدنيا تاني وهو راكب طيارته ومسافر بره وهو حاسس بالسلام النفسي اللي كان ضايع منه من هو صغير. تعالوا بقى اعرفكم نصيحة كده من القلب ليكم. شايفين يا حبايب قلبي الفيلم ده بيعلمنا حاجة مهمة قوي بننساها دايما في زحمة الايام اللي احنا عايشين فيها دي، ان القوة الحقيقية مش بفلوسك ولا بنفوذك ولا بعربيتك الضخمة. القوة الحقيقية هي انك تستخدم اللي ربنا مديهولك علشان تحمي الضعيف وتقف جنب الغلبان لما الدنيا تيجي عليه. وكمان مهما قلبك شال زعل او صدمات من الدنيا اوعى تدفن الخير اللي جواك، لان النور اللي في قلبك هو اللي هينقذك في اظلم ايام حياتك. ولحد هنا حكايتنا بتخلص. ما تنسوش اللايك والاشتراك وقولولي في الكومنتات ايه رأيكم في بوكس النار الخارق، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.